لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 433 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بهم وخزمتان بهم بس رزامندي خواهي قولي وهيبادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بەڵێ خۆشەویستان لەو ئاتە پیرۆزەش خوای گەورە سوبحانەهو وتعالە چەند ئەحکامێکی گرنگمان لەو باز دەکاتن لەو ئەحکامانەی کەوا متعلقە بە تەهارەت و بە خۆ خاوێنکردنەوە لە بۆ نوێژ ئیتر لە دەست نوێژ شوشتن و هەروەها لە غوسل لە خۆ دەرهێنان و هەروەها لە تەیەموم. بەڵێ بەو شێوەیە دەست پێ دەکە یا ئەیها الذین ئامنوا ئەی کۆمەڵی بڕواداران إذا قمتم إلى الصلاة ئەگەر ویستان نوێژ بکەن وەکو زانایان دەفەرمون إذا قمتم واتە إذا أردتم. هەندێک لە مفەسرین دەڵێن ئەو ئاتە نەزلت في عبد الرحمن وكان جريحا دەربارەی عبدالرحمن کوڕە عەوف کە بریندار بوو وەقیل لما احتبس هەندێک دەڵێن دەربارەوی دابەزی سەبەب نزولەکەی هەندێک دەڵێن لما احتبس صلى الله عليه وسلم في سفر ليلا بسبب عقد ضاع لعائشة. هەندێک دەڵێن نەخێر بە سەبەبی ئەوەی بوو کاتێکە لە سەفەرێکدا بوون پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵ مەجموعەیەک لە سەحابە عائیشەشیان لەگەڵدا بوو ئیتر تأخير بون لبر أوي ملوان كيشي عائشة بزر بو وأصبحوا على غير ما اتربيانيان كدو لزيقا كوا أو نبو أو آتدابزي كوا تيمومي تيدايا والله أعلم. بهر حال وقت مان بيان كرني سبب نزولك لبو زيادة تيجيشني آياتك أقلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بله دفرم يا أيها الذين آمنوا أيكم الله بروادان إذا قمتم إلى الصلاة دەڵێ ئەی ئیدا ئەڕەدتم الصەلات کەواتە قیام لێرە بە معنای ئێرادە دێتن واتە ئەگەر ویستان نوێژ بکەن پێویستە دەست نوێژ بشۆن ئەگەر ویستان نوێژ بکەن پێویستە دەست نوێژ بشۆن وەکو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ئەگەر قورئان خوێنیواتە ئەگەر ویستت قورئان بخوێنیەوە بڵێ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کەواتە یا ئەیها الذین ئامنوا ئەی بڕواداران ئەگەر ویستان نوێژ بکەن ئەوا دەست نوێژ بشۆن بەو شێوەیە. لا خالش كذا ظاهر الآية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا. ظاهر آتكوا بيشاندا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم وكوتمان كواتا هر کەسێک ویستی نوێژ بکە پێویستە دەست نوێژ بشوە. ظاهرا ئەوەی لێوە دەگیرێت کەواتە ئەگەر دەست نوێژێکی هەبی هەر دەبی دەست نوێژ بشواتەوە بەڵام ئایا ئەوها یانە نظرا إلى عموم الذين آمنوا من غير إخصاص بالمحدثين والجمهور على خلافه. بەڵام جمهوری علەما لەسەر خلافی ئەو ڕەئیەنە کەواتە مهم دەبی دەست نوێژ بشۆی لە بۆ نوێژ ئەگەر دەست نوێژت نەبوو بەڵام ئەگەر دەست نوێژت هەبوو شەر نییە دەست نوێژ شوێ وەکو ڕەئی جمهور ئەوەیە وەکو لەو حەدیثێکەوە ئیمام مسلم ئیبن ماجە و ئیمامی ئەحمەد روایەتیان کردێ بوڕەیدەی ئەسلەمی خوای لە ڕاز دەفەرمی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة
پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو همون ويجك دستنويجي نويدا كردو فلما كان يوم فتح مكة لو رجك وفتح مكة كرا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستنويج ششت بلام او خفي كلا بي بودان داي نكناندو بلكو مسح لسر كرد وصلى الصلوات بوضوء واحد او روجه همون وجكاني بيك دستنويج كرد فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله أورشتيك كروا بيشتري وأنا بيشتري لبو همون ويجك دسنويج نويدا كردو بلام أورو بيك دسنويج همون ويجكانت كرد فقال عمدا صنعته يا عمر كواتا عمدا وام كرتا وكبزان كأوج زائزة بلام اگر لبو هم دسنويجك لبو هم نويجك دسنويج شو باشتره بلام اگر دسنويجت هبو واجبني الا دسنويج شو بلام اگر بشو اقتداء بفيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو سنتكو وكو خيرك او بالتاكيد باشتره لحديث يقدا كإمام بخاري رواية كلا السويدي كري نعمان خالد الغازي دجيرته دفرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لخزمة في صلى الله عليه وسلم درسون لصالح خيبر حتى إذا كنا بالصهباء حتى لما تقي صهباب صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في صلى الله عليه وسلم بيش نوجي لو كردين نوجي عصر فلما صلى دعا بالأطعمة كاتك ونوجي كر أو ذا داواي كر كوا خواردن بينن فلم يؤت إلا بالسويق هيت نبو تنها أو نبو كواهنان السويق وتآردي جنموجو فأكلنا وشربنا يتر خوارد من لو خواردنو أو ما خواردو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فعشان في صلى الله عليه وسلم هستاول بنويج مغرب بك فمضمض ومضمضنا أو لدي وردان بري خواردني خواردية ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ نويج مغربي لو كردين ببيش نويجي دوباره دستنویج نشوشتوا کاتوش بلگی لسروی کوا لبو همون نویجک پیوز ناک دستنویج بشوی اگر دستنویجت هبو اگر دستنویج نبو پیوست دستنویج بشوی اگر تی وقتمان باشتریش وای کوا دستنویج بشوی و سنتك زيادة خير لحديث ايش كوا ابو داود وامام احمد رواتي كلام محمد كري يحيى كري حبان ضل قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر كواتا محمد دلتن بعبيد الله كري عبد الله كري عمر مقو خوي يقول لي رازبي أرأيت توضؤ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا وغير طاهر أما ذلك على باشا لبرتي خبر ما بيبدا ابن عمر خوي يقول لخوي بابي رازبيتن لبو همون ويجك دسنويج نويدكاتو دسنويج هبي النبي لبرتي فقال حدثنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر كواتا في صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرا لسرت هذا همو نويجيك دس نويج بشواتوا أو دس نويج هبي النبي فلما شق ذلك عليه بلام كاتك لسري قرز بو أوشتا أمر بالسواك لكل صلاة لو حالتي فرمان بيكرا سواك كالبوهمو نويجك ووضع عنه الوضوء إلا من حدث أو إلى سلاد راكوا لبوهمو نويجك دس نويج بلاتو إلا مقر بيوستي بيهبيتا حاجتي هبي فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك لو ابن عمر بيواب أو دتوين لبوهمو نويجك دس نويج بلاتو فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة حتى مات حتى وفاتك لبو همون يجك دسنويج دشتو طبعا هو زور مهمة ابن كثير دل وفي فعل ابن عمر هذا لو كردوي ابن عمر ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة بردوامي لبو همون يجك دسنويج تساش دششت دلالة على استحباب ذلك بل قيل سر مستحبة لبو همون يجك دسنويج نويب كيتو كما هو مذهب الجمهور كواتا مذهبي جمهور علماء لسر أويا كوا مستحبة لبو همون وجك دسنويج بشويتو بلام واجب نية كاتك واجبة أجر دسنويج بيوز بو وقد روى ابن جرير عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة كواتا حد صار خليفة خوان لرازب لبو همون وجك دسنويجان وذكر دوا عكرمة دل أن علي رضي الله عنه كان يتوضأ عند كل صلاة عكرمة دلة إمام علي خوالي رازبي لبو همون وجك دسنويج نويدا كردوا أو جو آتي دخين دوا أو الذين إذا قمتم إلى الصلاة أو آتي دخين دوا تجيب زي ذكر
وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن المسيب أنه قال الوضوء من غير حدث اعتداء أو قولك ولا سعيد كوري مسيب دجرته كجوا دست نوششتن ببي وبيويست بيهبي أو اعتداء واتل سنور درتسونا فهو غريب عنه راستيش غريبة ثم هو محمول على من اعتقد وجوبه كأت أولا وكو السند بس سند شيء غريب هاتيا باشان أجر واجبيتن ما بستي أوي اعتقادي وابتن ذبي إلا دست نوج دوباره بكيتو نوي بكيتو أجر بيستش بينبي ديارة أوي عقيدة وابتن براستي أو بعضين درسون لسنور وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك برام بابرين أويك مستحب لبوها مو نويجك دس نوج بكيتوا دس نوج بكيتوا أو مستحب لبروي لسنة بيان صلى الله عليه وسلم هاتي إمام أحمد لحديث يقدال عمري كري عمري أنصار سمعت أنسا جملة أنس بخير رزب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة بيان صلى الله عليه وسلم لبوها مو نويجك دس نوج ذكر فقلت لأنس وأنتم كيف كنتم تصنعون أدي أنقول ستان ذكر قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث بلام إما شرني هموما وما كذبة لبروي واجبني لو أنا هرب نوجمان بندس نوجك ذكر بلام أجر بيس ما بيبا أو نوجمان ذكر دوا وإذا دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث فالوجه في الخروج من ظاهر الآية أن الخطاب فيه خاص بالمحدثين كواتلي ردا أجر بوشي وبي كاتلو حالتي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لدلهم جمهور علماء سروينا كوادس نوجنوا كرنوا واجبني بركم مستحبة كواتلي ردا آياتك زيادة توزيع لبوك سان كواد بيويستي بدس نوجنوا ياخذ أصلا دس نوجينيا كاتا كويستد نوج بكي بيويستا دس نوج بشوي والله أعلم أو جباشان خوي يقول فنوي أو دس نوجنا كوا طبعا بيشو بين سر تونة دسنوشك هلا خالشك في الآتي دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة كواتا لو آتج بلقيل سر أو كوات دسنوششتن واجبني لبو غير نويجه كواتا إلا واجب لبو نويش أتبس دسنوش بشوي لبو غير نويجه واجبني تأييدا لبو هندي لحديث يقدا كوا إمام مسلم الترمذي رواية كلا ابن عباس خواي يقول لخوي باب الرازي بدفنمي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء في صلى الله عليه وسلم دستي بأوغان فقرب إليه طعام إتر أو جبان كلا الوينام بخوا فقالوا ألا نأتيك بوضوء أو دلوين دست نوجنو بكيتو فقال أريد أن أصلي فأتوضأ يا أخوانا ما ينوج بكم استتاوك دست نوجنو بكم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة فرمان بيكرايا كوا دست نويج نوي بكم أو بشوم أجر نويج بكم كوا تب بحقد بخود دست نويج لبو نويج لبو أنزام داني نويجا أو جا مسألة دست ليدان لقرآن دست نويج دويان حديث تيشي لسر هندق العلماء دلن ديوي هندق دلن نايو لبروي خلاف يعني لسر سند حديثك هي طواف كردن بدست نويج يعني بدست نويج دبي أوش مسألة شيء خلافية كوا ظاهرا زور علماء دلن بدست نويج دبي بهر حال أوي كوا بعضين لابد منه بدس نويجوبي مسألة نويج كردنا حتى سوزدي سهوش يا عفوا سوزدي شكرو سوزدي تلاو أو بابتانش عين مسألة خلافية بين علماء دس نويج دويان ناوي مهم لبو نويجه هيت خلاف لسن إلا دبي بدس نويجوبي أو كان ديك غير نويج مسألة خلافية لبين علماء باشان دفن ميتن كويستد نويج بكي دست نويج بشو دست نويج ككوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كواتا دم تاوتان بشون ودستكانتان حتى آنيشكتان ومسح سرتان بكن وبيكانتان حتى غوزينكتان بوشيوي أو خواهي قول سبحانه وتعالى تسونيتي دست نويج كمان لبو باز دكا وبيغنبري صلى الله عليه وسلم زيادة بياني كرديا زالير دا لو خالدا دفرمون وجوب غسل الوجه كاتيق لواجبات كاين دس نويش طبعا لبيش وش نية أو وكو بابلين مسألة شيء فقهي كوا حموش تيك بنيته إنما الأعمال بالنيات كوا تكسك نكهر دس نويش بشوا وعزاي دس نويش بشوا بلكو خوي باتنا وبحريش خوشي بشوا برام نيتي دس نويجي نبيتن دس نويجي كي نهاتيه
نیەتی دەستنوێژی نەبی دەستنوێژەکەی نایە کەواتە پێش هەموو شتێک پێویستە نیەت بینی کەوا دەستنوێژ دەشواتن وەکو عیبادەتێک لە بۆ ئەنجامدانی نوێژ. ئەوجا یەک لە واجباتەکانی دەستنوێژ چییە؟ وجوب غسل الوجه فاغسلوا وجوهكم، پێویستە دەموچاو بشورێ. والغسل إمرار الماء على المحل حتى يسيل عنه. غسل چییە؟ واتە ئاو بەو جێگایەدا بکەی حتى وەکو لێی دەچۆڕێتەوە لێی دەتخوارێ حتى يسيل عنه. هذا هو المحكي عن أكثر الأئمة. زۆربەی ئیمامەکان دەڵێن غسل ئەوەیەکەوە ئاوی پێدا بکەی هەتا ئاو لێی دێتە خوارێ. زاد بعضهم مع الدلك، بەڵام وەکو لە سونەت وەرگیرا کەوا هەندێک دەزان دەفەرمون نەک هەر ئاوی پێدا بکە تا لێت دەلکیشی بکەواتە دەستی پێدابینی بیشۆی. لە نفسی زەکیە دەڵێ أن مجرد الإمساس يكفي وإن لم يجري. هەندێک دەڵێن مجرد تەڕکردنی کافیە ئەگەر ئاویشی لێ نێتە خوارێ. دیارە حەدی وەجهیش دیارە، ینی وەجه لە چێن دەرەوە دەست پێ دەکاتن لە چێن دەر کۆتای پێدێ. دیارە لەو جێگایی کەوا لە سەروی نیوچەوان کەوا مووی سەری لێ هاتێ لەوێ ڕا هەتا خوارێ کەوا لە نهایەت پێش ئەوەی بگەیە مەل ئەوە هەمووی دەموچاوە و هەروە لە پاناتیەکەشی لەو لای جۆی هەتا ئەو لای جۆی هەمووی دەکات دەموچاو پێویستە بشورێتن بەو شێوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم خوای گەورە فەرموویتی و پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم فێری کردینە بەو شێوەی دەستنوێژ بشۆین کەوا ئەسڵەن یەکیان واجبە سێش سونەتە، بەڵام دیارە تەفاسیل کە زۆر تێدا لەبەر تەوابوونی کە لێرە دەوەستین بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دەگەڕێنەوە خزمەت ئەو ئاتە و کەوا ئەحکامی زۆری تێدا ئینشاءالله قسەی لەسەر دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.